السلام عليكم ومرحبا بكم اللي كتجيب لكم آخر تطورات الأوراش في الملاعب المغربية الكبرى. اليوم جايبين لكم مستجدات ساخنة من ملعب طنجة الكبير وملعب مولاي عبد الله، ومعهم مفاجأة جديدة بخصوص ملعب فاس اللي دخل هو الآخر لمرحلة الحسم. خليكم معنا حتى الآخر. ملعب طنجة الكبير، نبداو بمدينة البوغاز. ملعب طنجة الكبير اللي كيتحول قدام عيوننا لتحفة عالمية حقيقية. أشغال التسقيف بداو بشكل رسمي، وهذا السقف اللي غادي يتميز به الملعب غادي يعطيه واحد الطابع معماري فخم وعصري. وماشي غير السقف بل حتى الشاشات ليد الشفافة تم تثبيتها في الواجهة الأمامية للمدرجات، عطات واحد المنظر رائع جدا واللي غادي تعطي تجربة بصرية خيالية سواء للمتفرجين داخل الملعب أو للجمهور اللي كيتفرج عبر النقل التلفزي، اللي غادي يبقاو ينقلوا الإشهارات ومواعيد المباريات. كراسي الملعب مازال مستمرة في التثبيت بجودة عالية، والأرضية بدات كتحضر لوضع العشب، وهذا الشيء كيأكد أن الأشغال كتمشي بثبات نحو الجاهزية إن شاء الله. نمشيو دابا للعاصمة الرباط، لواحد من أضخم الأوراش الرياضية، ملعب مولاي عبد الله. الغليف الخارجي للسقف وصل لمراحل متقدمة، ومواد العزل والتغليف كتخضع لمراقبة صارمة لضمان أعلى جودة. بطبيعة الحال السقف غادي يكون بستيل فريد وكيواكب المعايير الدولية لاستضافة أكبر تظاهرات سواء كأس إفريقيا 2025 أو المونديال 2030 إن شاء الله. المدرجات كتعزز بتصميم يضمن الرؤية المثالية من جميع الزوايا، يعني في مريحتي في الملعب غادي تتفرج تفريجة زوينة. والأرضية المرتقبة غادي تكون من الطراز العالي مشابهة اللي كاينة في الملاعب الأوروبية. مفاجأة جديدة فهي من قلب فاس، ملعب الحسن الثاني اللي غادي يدخل لمرحلة تشييد الكبرى. شركتان اللي كبيرة في هذا المجال واللي يدخلوا هما الوحيدين في هذه الصفقة هذه ديال البناء SGDM و TGCC فازوا رسميا بصفقة هذا المشروع العملاق. هاد الشركتين هما نفسهم اللي خدامين في ملعب الرباط وطنجة ملعب البريد، وهذا الشيء كيخلينا نطمئنوا على جودة الإنجاز. الملعب غادي يكون بمواصفات دولية، بطاقة استيعابية محترمة جدا، ومجهز باش يحتضن مباريات المنتخب الوطني مستقبلا. نكون وصلنا لنهاية جولتنا في هذا اليوم في آخر مستجدات ملاعب طنجة الرباط وفاس. هذه بالبنية التحتية والبداية هذه فقط. ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. شنو هو الملعب اللي يعجبك اكثر وشحال كتظن باقي على الافتتاح؟ كان معكم رشيد، نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله، وشكرا لكم والسلام عليكم.